السلام عليكم. اليوم عندنا طريقة تحضير المقلوبة الغزاوية بالبتنجان. ممكن ست البيت تعملها باللحمة وممكن تعملها بالفراخ. جيب 200 جرام من اللحمة، 200 جرام من البتنجان، 50 جرام بندورة، 50 جرام بصل، كوبايتين من الرز. المرحلة الأولى عم نجهز اللحمة بنسلقها، نكون جهزنا البتنجان قليناه والبصل ونقعنا الرز. بدنا نغسل اللحمة ونركبها ونسلقها، بنضيف لها ورق غار وحبهان للسلق. احنا جهزنا الرز خمرناه. الوقت الرز اللي خمرناه كانت اللحمة جاهزة واستوت، وقلينا البتنجان والبصل. صفينا الرز من المية كلها عشان نجهز. احنا هنعمل على الطريقة الفلسطينية الغزة، يعني هتكون مقلوبة غزاوية وإن شاء الله تعجبكم. حط حبهان مطحون معلقة، إبهار رز معلقة. أنا على طريقتنا البصل بنضيفه مع الرز عشان ياخد الرز اللون، ما نحطش بهارات كتير. معلقة ملح، بنحركهم مع بعض بالطريقة هذه. هلقيت أصبح الرز كده تتبيلته جاهزة. نيجي نحضر المقلوبة. نصف قطع البندورة بالطريقة هذه. قطع البندورة بتدي طعم طيب للحمة. عندنا اللحمة سلقناها، نحط فوقيها بالطريقة هذه. هذا ورق الغار بيدي نكهة للحمة وبضيع ريحتها. ممكن احنا ما نضعش اللحمة في المقلوبة حسب رغبة أهل البيت. نحط قطع البتنجان فوقيها بالطريقة هذه. ممكن نحط قطع بطاطا، ممكن في ناس بتحب مقلوبة الكرنب. كل واحد حسب ذوقه وذوق عيلته. هلقيت صار جاهزة. نجيب الرز اللي احنا جهزناه وتبلناه نحطه فوق البتنجان بالطريقة هذه. هيك صارت جاهزة. بنضيف مرقة اللحمة. مرقة اللحمة معروف ست البيت عيار الرز اللي عندها بتعرف الرز اللي عندها. إما بياخد كل كوباية رز كوباية ونص مرقة، أو كل كوباية رز تاخد كوبايتين مرقة من اللحمة، حسب الرز اللي بتستخدمه ست البيت. فإحنا الرز اللي عنا هذا بيستخدم كل كوباية رز بدها كوبايتين مية. وممكن بالنظر لست البيت تكون ارتفاع المرقة فوق الرز تقريبا 3 سنتي. كده بتعرف اعيار مقلوبتها على اساس انه الرز يطلع مستوي بطريقة كويسة. بدنا نحطها على الغاز على نار هادية
لمدة ربع ساعة. هيك صارت مقلمتنا جاهزة للتقديم. بنقدم معاها صحن سلطة أو لبن حسب رغبة أهل البيت. صحتين مع الجنب.